اهو زي ما احنا شايفين كده، بيفتح وبيقفل بدون اي مشاكل. تمام كده. وهنجيب علبتين كبريت، هنستخدم علبة واحدة بس منهم يعني ما فيش مشكلة، ودي ورقة فاضية. وهنبدأ نطلع عيدان الكبريت من العلبة، وهنبشر المادة القابلة للاشتعال في قلب الورقة. هنبشر الكبريت بسن مفك كده أو بأي حاجة حادة يعني زي ما تحب. حابب انوه بس يا جماعة على كل المشاهدين ان انا بريء امام الله من اي استخدام خاطئ للطريقة دي. احنا دي تجربة بنجربها وبنعملها قدامكم، عشان لو حصل معاك اي ظرف طارئ، القفل اتقفل منك والمفتاح نسيته او ضاع منك، تقدر تفتح المفتاح بكل سهولة من غير ما تكسره. استخدم الطريقة ديت فيما يرضي الله، غير كده انا غير مسؤول. وكده بعد ما بشرنا خلاص عيدان الكبريت، هنجيب بظهر المفك او اي حاجه تقيله وهنبدا ان احنا نطحنهم في بعض بحيث ان هم يكونوا بودره عشان نقدر نعشقهم مكان المفتاح. تابع معايا الفيديو للنهايه علشان بس تستفيد استفاده كامله. وده الشكل النهائي بعد ما طحناهم. هنجيب بقى القفل ونبدأ نعشق الكبريت بداخل القفل مكان المفتاح بالشكل ده. وهنجيب كده عود كبريت وهنبدأ ان احنا نكبس البارود بداخل القفل بالشكل ده. تمام كده. الطريقة سهلة يا جماعة وبسيطة. تمام كده بعد ما كبسناه هنجيب عود كبريت وهنقصه، يعني هنقصره كده على قد ما نقدر، وهنحاول نرفع الخشبة شوية عشان نقدر نعشقها مكان المفتاح بالشكل ده. وهنجيب القفل بتاعنا ونبدأ ان احنا نعشق عود الكبريت ايوه بالشكل دوت. خلي بالكم جدا وانتوا بتنفذوا التجربة ديت، ما يكونش في بيت، ما تعملهاش في بيتك، ولو عملتها في بيتك تعملها في حتة ما فيهاش حاجة قابلة للاشتعال. هنبدأ نجيب الولاعة بتاعتنا ونولع بقى في عود الكبريت. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ اللي حصل ان حصل عملية انفجار بداخل القفل مكان المفتاح فنطر الكالون. شوفوا كده بالطريقة دي، طريقة سهلة وبسيطة تقدر تفتح بيها اي قفل زي ما انت عايز، بس يكون حذر انك